عمرك سألت نفسك ليه احنا كدكاترة بنهتم بالتاريخ المرضي في العيلة عندك؟ ليه دايما بنسأل الوالد، الوالدة، الاخوات عندهم امراض معينة ولا لا؟ بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. ازي حضراتكم؟ انا دكتور احمد الشربيني، اخصائي امراض القلب. طبعا اكيد معظمنا عارفين وفاهمين ان احنا بنحب نسأل على التاريخ المرضي علشان الامراض الوراثية، ودي حاجة طبيعية جدا اكيد ومفهومة. بس خليني اقول لك الموضوع بتفاصيله اكتر، والامراض كتير فيها عامل فعلا او جانب كبير من الوراثة، خصوصا في مصر زي امراض القلب والضغط والسكر والتصلبات الشرايين المختلفة. علشان كده دايما بنهتم بالسؤال ده. الحاجه الثانيه كمان انه في بعض الامراض الوراثيه اللي ممكن تكون اصلا لسه ما ظهرتش عندك، يعني مش شرط تكون حضرتك بتشتكي فانا عايز اعرف يعمل وراثي ولا لا، لا ده كمان في حالات كتير زي مثلا الرياضيين في الاعمار المختلفه. انا كويس، انا جاي بس بعمل تشيك عشان اطمن، فتلاقيني برضه مصمم اسال واعرف في تاريخ مرضي لاي امراض قلب في العيله، في اي تاريخ مرضي لحدوث وفاه مفاجئه او نوبات اغماء غير مفسره، لانه ده اللي بيخلينا نبتدي ندور اكتر وبتفاصيل اكبر على اي امراض المسببه للموت المفاجئ عافانا الله واياكم، علشان نستبعد الكلام ده من بدري. ولو ليه تصرف او ليه حل سواء بتركيب منظمات او عمل دراسات كهربيه من البدايه او عمل رنين مغناطيسي على القلب، نبتدي ندور عليه من بدري ونبتدي نحل المشكله. عشان كده دايما بنهتم بالتفاصيل دي، حتى لو انت جاي ما عندكش شكوى محدده وجاي بس تطمن مش اكتر. فهو ده السبب باختصار اللي بيخلينا دايما نهتم بالتاريخ المرضي في العيله، لان حتى في اوقات كتير زي ما بقول لك كده انت ممكن ظاهريا وانت ما عندكش شكوى محدده، لكن مجرد ما بعرف انه في تاريخ مرضي لمرض ما وراثي زي تضخم عضله القلب او الخلل في البطين الايمن او غيرها من الامراض اللي ممكن يبقى فيها عامل وراثي، تلاقينا دايما بنهتم ان احنا نعمل سكريننج للاقارب من الدرجه الاولى والثانيه، الاب، الام، الاخوات، الكلام ده كله لازم نبتدي ندور على بعض الفحوصات كده البيزك السهله اللي مش مكلفه، علشان نستبعد ان المرض ده اتنقل لحد من الاخوات او الابناء. بس كده هو ده الموضوع باختصار. ادعوا الوالد بالرحمه والمغفره، ادعوا لاهالينا في فلسطين والسودان بالصبر والثبات، دمتم بصحه وعافيه.